سؤال دايما بيكون على أذهاننا واحنا ماشيين على الطرق الرئيسية، بنلاقي فيه لوحات إرشادية بتقول لك باقي على القاهرة 100 كيلو، باقي 200 كيلو، باقي 150 كيلو. ده كله بنبقى مش عارفين فين بقى نقطة صفر، النقطة اللي بيبدأ منها وحدة الكيلومتر من القاهرة لأي محافظة تانية. الحقيقة إن احنا موجودين هنا قدام النقطة دي موجودة في متحف البريد المصري في العتبة. وعشان تيجي طبعا مكان زي ده مش هتتكلف كتير، الموضوع كله مثلا لو انت زرت العتبة في زيارة في العتبة من الساعة 9 الصبح لحد الساعة 2 الظهر، هتقدر تخش هنا بكام؟ ب 10 جنيه. ودي التذكرة بتاعة البريد 10 جنيه، وهتخش المكان ده. في قدامك بقى تقريبا حوالي 15 قاع، وكل حاجة تتعلق بالبريد المصري موجود هنا. طيب لو احنا دخلنا مثلا حاجة زي تاريخ الاتصالات، أول قاع يعني بتقابلك من بعد النقطة صفر، يشرح لك بقى حاجات كتير من أيام الفراعنة والكاتب المصري أو تمثال الكاتب المصري الحديث، وبعد كده العصر البطلمي وطرق إرسال الرسائل أو البريد، وبعد كده العصر الإسلامي واستخدام الحمام الزاجل. وطبعا يعني تفاصيل كتير داخل المتحف اللي مصمم بفن وإبداع، حاجة تحفة جدا. طريقة برايل برضو موجودة، هتقدر ان انت تستخدم فيها باللغة العربية واللغة الإنجليزية. المتحف كبير، بنتكلم تقريبا في 15 قاعة. الأطفال دخولهم ب5 جنيه، أو اللي هم الطلبة ب5 جنيه، ولكن الكبار ب10 جنيه. وده مش رقم خالص قدام العظمة. ده المكتب بتاع أول واحد أنشأ البريد المصري هنا في مصر، ده كان إيطالي. برضو في من ضمن الحاجات الحلوة داخل المتحف هنا برضو مقاعد جلدية لو حد حابب ان هو يستريح. الطوابع البريدية المصرية بأشكالها وأنواعها وكل حاجة، ده في القاعة رقم 3. فأنا لا ده كبير، المتحف كبير برضو. تعالوا هنكمل تجول داخل المكان التحفة، كل شبر بحاجة مختلفة، كل شبر بمنظر حلو، كل شبر هتشوف فيه تطور البريد المصري. يعني ده كان أول صندوق بريد في مصر دخل مصر هنا، بص شكله عامل ازاي. تطور تطور تطور، كان اسمه حتى بوسطة، عليه علم مصر بتاع زمان. تطور برضو مع تطور شكل العلم المصري، إلى أن وصل لصندوق الخطابات. قبل بقى ما يبقى فيه بقى واتساب، وقبل ما يبقى فيه إيميلات، وقبل ما يبقى فيه كل هذا الكلام، الرسالة كانت عشان تنتقل من مكان لمكان كانت بتاخد مشوار كبير جدا لحد ما توصل لصاحبها. فده برضو كمان لبس ساعة البريد والرتب بتاعته وكل حاجة متعلقة بيه. فالمتحف كبير هنلف فيه، وطبعا مهما أشرح أو أطرح لازم تيجي زيارة مهمة جميلة حقيقي هتنبهر. ده من ضمن الحوالات البريدية، ده سنة 1930، فبتتكلم في حوالي لا كتير كتير قوي. اول يعني دي من ضمن الحوالات النموذج لاذن بريد، حواله بريديه موجوده. دي برضو الشنط والاكياس بتاعت البريد زمان. برضو احنا معاكم ستيب باي ستيب بنشرح برضو اهيت نماذج للاختام بتاعت البريد، حاجه تحفه جدا. نموذج مصغر لصندوق خطابات البريد المستعجله. يعني بصوا ده مصنوع من الجلد، بس طبعا يعني الشكل الحقيقي بتاعه كبير. ده بقى أول دفتر توفير بجد في مصر سنة 1901، شايفين؟ طيب هنكمل تجول داخل المكان. برضو المتحف تحفة فنية بجد. في برضو منطقة كيدز اريا للأطفال هنبقى نتفرج عليها واحنا ماشيين. دي برضو طوابع البريد وتطوراتها. وسائل النقل بقى، تعالوا نخش هنا على وسائل نقل البريد.
ازاي كانوا بينقلوا البوسطة او كده. فطبعا بداية بقى من الجمال، الحصينة، عن طريق المراكب، وبرضو العربيات الكارو او العربيات اللي هي مخصصة للبريد. فلا الموضوع حلو جدا. برضو نظام تلفريك في الاماكن البعيدة او الصحراوية، الجبال، فكانوا عاملين نظام بريد ياخد الشوال بتاع البريد من النقطة ديت لحد النقطة اللي هناك. طبعا دي كلها كانت بتبقى مسافات كبيرة جدا عن طريق تلفريك. التلفريك ده احنا بنتكلم من زمان جدا، برضو عشان يأمنوا الشوالة ديت كانوا بيحطوا عليها من فوق زي شمع كده عشان يقفلها ويضمن اغلاقها. كمان برضو في مقاعد للناس، للجمهور لو حابب ان هو يجي يستريح شويه وهو بيلف، لان الجوله كبيره، جوله حلوه. برضو من ضمن برضو وسائل النقل كان القطار والسفن، لان الموضوع تطور بعد كده وبقى طيارات. تعالوا نمشي ونتفرج مع بعض على شوفوا كانوا بيبعتوا البريد عن طريق الجو، وطيارات مخصصة لده. برضو كان في حاجة حلوة جدا داخل هنا يعني في المتحف، هم عاملينها عشان لو في أطفال طبعا بعد ما ياخد بقى وجبة من المعلومات الدسمة يجي هنا في منطقة الكيدز اريا يلون ويعيش أجواء حلوة جدا بالرسومات والتلوين والألعاب البازل، كل حاجة موجودة. حتى كمان عاملين ايه نظام برضو ان انت تقعد هنا وتكتب الخطاب بتاعك وتحطه هنا في صندوق البريد. فالحقيقة الموضوع حلو جدا هنا داخل البريد المصري. برضو هنا قاعة للطوابع بكل أشكالها وطريقة عمل الطوابع. فيعني الموضوع كبير كبير جدا مهما، والعلامات المائية بتاعت الطوابع عشان محدش يعني يتلاعب فيها او يغشها او كده، لان كان في وقتها كانت سعرها عالي شوية، فكان في بعض الناس بتحاول ان هي تقلدها. فعشان ما يحصلش تقليد كانوا بيعملوا فيها ايه، يحطوا لها علامات مائية. ودي تقريبا اللي موجود لحد يعني ايه اعتقد اهو، ده بنشوف برضو في الطوابع الحالية. طبعا الموضوع كبير، في الاخر بقى بتلاقي في فيلم بيشرح لك كل حاجة عن البريد المصري.